كم من أمور تدبر في حياتك أنت لا تعلمها. أنت عارف كل شيء في حياتك والله ما تدري. لكن هذا اللطيف واقترن بماذا؟ بالعليم الذي علمه وسع كل شيء سبحانه وتعالى. ما هو الاسم الثالث الذي اقترن فيه الخبير؟ الحكيم. وما معنى الحكيم؟ الذي يضع الأمور في مواضعها. إذن الآن اللطف والحكمة والعلم كلها تجتمع مع الخبير، ثم تأتي أنت فتشكك في عطايا الله مثلا. أنا هذا الذي أريد أن أصل إليه يا إخواني. عندما يقول الله في كتابه: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ليش؟ إنه بعباده إيش؟ خبير بصير. بصير بحالنا، يعلم ما الذي يصلح لنا والذي لا يصلح لنا، ويعلم ما الذي ينفعنا والذي يضرنا. يقول الله تعالى في الحديث القدسي، والشيخ ابن باز تكلم عن هذا الحديث وقال سنده لا يعرف لكن معناه صحيح: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو كان غنيا لطغى، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو كان فقيرا لطغى، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا السقم ولو كان صحيحا لطغى، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا المرض ولو كان سقيما ولو كان صحيحا لطغى. ربك يدبر الأمور بخبرته. الله عز وجل يعرف خصائص كل واحد فينا، يعرف أنك أنت ممتاز جدا في التربية لكنك فاشل في المال، ويعرف أن هذا ممتاز جدا في المال لكنه فاشل مثلا في الحقوق الزوجية، ويعرف أن هذا يصلح أن يكون غني. لماذا؟ لأن عنده جلد يشتغل الليل والنهار ويخدم العباد. ويعرف أن هذا الإنسان ما ينفع فيه أي شيء، لذلك لابد أن يكون لص حرامي عشان الشرطي يترزق الله، وعشان صاحب السجن يترزق الله، وعشان هذا التدبير من أجل أن تحيا الأرض. لأن الله عز وجل لما خلق الخلق قال: إني جاعل في الأرض إيش؟ خليفة. خليفة يعني يتخالفون. فعلشان تكتمل دورة الحياة لابد يكون في أغنياء وفي فقراء وأقوياء وضعفاء وظالم ومظلوم ورئيس ومرؤوس وكثير النفس وقوي النفس. لازم تكتمل هذه المنظومة عشان تمشي الحياة. وهذه خبرة الله عز وجل. عشان يا إخواني الذي أريد أن أصل إليه من فهمنا لهذا الاسم أن يكون عندك ثقة بعطايا الله عز وجل. إذا صليت الاستخارة في أي أمر من الأمور ثم استخرت الله خليك واثق. اسمع دعاء الاستخارة ماذا تقول فيه: أستخيرك بماذا؟ بعلمك. الآن أنت جالس تكتب وكالة، الحين عندما توكل واحد معناه أنك واثق في هذا الواحد، صح ولا لا؟ أنت الآن جالس توكل الله عز وجل لأمرك. أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر، وتسميه زواج، سفر، شراء، بيع، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو عاجل أمري وآجله، فاقدره لي. هذه وحدة. وش الثانية؟ ويسره لي. وش الثالثة؟ وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي أو عاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله، فإيش؟ اصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان. ثم ماذا؟ هذه أهم كلمة في الدعاء: ثم رضني به. الرضا، أن ترضى. ما هو إذا استخرت الله في أي أمر ما ثم صرف عنك تزعل وتروح تحاول وتجيب الوسطات وتقلب ويمكن يضيق صدرك، أو مثلا عندما تصاب بأي أمر من الأمور. احنا الأولى قلنا في موضوع التوكل على الله، خلاص خل عندك ثقة بأن الله إما إن أعطاك فهو أعطاك لأنه يعلم أن هذا لمصلحتك، لأنه خبير وأنت مؤمن بخبرة الله عز وجل. وإن صرف عنك فهو أيضا صرف بخبرته لأنه هو الأعلم بما في مصلحتك. الموضوع الثاني: عندما تأتيك الأقدار، مثلا عندما تصاب بالمرض مثلا، قد تكون معاق، تعيش عمرك كله معاق، لا تزعل، لا تزعل، لا تزعل على ربك. الرضا مطلوب يا إخواني، لازم تكون راضي. ليه؟ لأن الذي أعطاك أو ابتلاك هو الله عز وجل.
ما في شيء ينزل ترى من البشر، الله هو المدبر، والله ما في شيء يكون في هذا الكون إلا بعلم الله وتدبير الله. ولذلك عندما تأتي إليك المصيبة أو الابتلاء فكن راضي. البلاء والابتلاء يا إخواني إيش الفرق بينهم؟ ما هو الفرق بينهم يعني في فهمي، ما هو الفرق بينهم في نوع النزول، لا، الفرق بينهم في نوع المتلقي. إذا نزلت فيك أي مصيبة فتش في نفسك، ليش نزلت المصيبة هذه؟ إن كان والله أمورك طيبة ومصلح ما بينك وما بين الله، ولا عندك لا فساد ولا عندك أي مشاكل، ثم ابتلاك الله، اقبل. ليه؟ لأن الله هنا صفك في مصاف الأنبياء. الأنبياء عندهم ذنوب، أشد الناس بلاء من هم؟ الأنبياء. منه النبي الذي دفن 6 من أبنائه بيده، تعرفونه؟ ها؟ من هو؟ النبي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم خير الخلق، دفن 6 من عياله. ومن هو النبي الذي جلس 16 سنة في المرض حتى مات أولاده وهلك حلاله كله وهو صابر؟ أليس أيوب؟ ومن هو النبي الذي ما أن فرح بالطفل حتى أمر أن يتركه في واد غير ذي زرع يروح يخليه في وسط الجبال السوداء اللي ما يعيش فيها ولا الجن، ومع ذلك يروح ويستجيب لله؟ أليس هو إبراهيم خليل الله؟ إذا ابتلاك الله وأنت وضعك طيب، الله عز وجل يبغى يرفعك، احمد ربك واشكر. إذا ابتلاك الله عز وجل مثلا وأنت عندك ذنوب، تدري أن عندك ذنوب، تدري أنك والله ظلمت فلان ثم ما خسرت، انتبه، ترى ذي تنبيه، ترى ربي ينبه وأنت أعرف بنفسك، وخليك صادق في محاسبة نفسك، ترى ربي ينبهك، واحمد ربك إن الله نبهك في الدنيا قبل ما ينبهك في الآخرة. وربنا عز وجل وش يقول؟ يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما إيش؟ كسبت أيدي الناس. طيب ليش؟ قال ليذيقهم بعض الذي عملوا. ليه يا ربي؟ قال لعلهم يرجعون، عشان تنتبه، ترى احنا أفسدنا عليك هذا المال اللي انت جمعته بالحرام، عشان تنتبه، ارجع على طول مباشرة. ليه؟ هذا تدبير من الله لك ولمصلحتك. النوع الثالث قد يكون عقاب، عذاب، إنسان ظالم وما في فائدة، نبه ثم نبه ثم نبه ومستمر، يمهله الله حتى إذا أخذه لم يفلت، فنسأل الله أن يكفينا الشر. إذن ما المطلوب؟ أن يكون عندنا ثقة بربنا عز وجل، ثقة بقدره. والله يا أخواني خذوها مني قاعدة، والله ما نزل من فضل، ما نزل من خير إلا بفضل من الله عز وجل، وما نزل من بلاء إلا بحكمة من الله عز وجل. فأنت تتقلب ما بين حكمة الله وما بين عدل الله وفضله سبحانه وتعالى، كلها خير، اللي يجيك من الله ترى كله خير. فالخبير عندما تؤمن فيه لابد أن يكون له أثر عليك، وهو الرضا والثقة، وأن ما أصابك فهو بعلم الله وتدبيره، فتقبل وترضى وتصبر وتحتسب وترضى بحالك وتصلح ما بينك وما بين ربك، لا تضجر على الله ولا تتأفف من أقدار الله. هذا هو الرضا. فإن عشت على الرضا فأبشر بالخير. رضي الله عنهم وإيش؟ ورضوا عنه. يعني الله عز وجل لما مدح المؤمنين قال أنهم هؤلاء القوم الذين آمنوا بالله وآمنوا برسول الله ورضوا بأقدار الله ورضوا بعطاء الله سوف يرضى الله عنهم. ولذلك يقال له يوم القيامة ادخلي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك إيش؟ راضية مرضية، مو بس راضية فقط، راضية ومرضية. هذا متى؟ إذا عشت على أنك راضي عن الله عز وجل. رضي الله عنهم ورضوا عنه. ما هو رضوان الله؟ رضوان الله أن يعطيك الله. بعدين قال راضية وقال مرضية. ايش الفرق بين راضية ومرضية؟ يعني نفرض أنك أنت مثلا عليك دين مثلا 10,000، زين، إذا أعطيناك 10,000 ترضى ولا ما ترضى؟ تقول جزاكم الله خير والله رضيتوني. طيب إذا أعطيناك فوق 10، هذه المرضية، هذه هي المرضية. وهل عطاء الله هو عطاء المرضي فقط؟ عطاء الله فوق ما تظن. ولذلك يقول عن أهل الجنة لهم ما يشاءون فيها وإيش؟ ولدينا مزيد. شيء ما يخطر على بالك، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيا أحبابي حديثي اليوم لكم
هو أن نعرف كيف يكون لأسماء الله أثر على حياتنا. هذا هو المهم. ترى مو المهم أنك تحفظ الأسماء، المهم أنك تحفظها ويكون لها أثر عليك. احنا اليوم تكلمنا عن اسم الله الخبير، أنا متأكد لما تأخذ نفس الطريقة هذه في اسم الله العليم والحكيم والرحيم والودود واللطيف والجبار، ستعيش في كل أمان وكل اطمئنان وكل راحة بال. وحبوا ربكم يا أخوان، حبوه. والله إن الله أرحم بنا من أمهاتنا. والله سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي إذا لم تقف ببابه كل يوم وتطرق بابه يغضب عليك. قف بأبواب الناس، شوف كيف يعاملونك الناس، وقف بباب الله وانظر ماذا يفعل الله بك. فلذلك يا أحبابي أوصي نفسي وأوصيكم معي بالقرب من الله والرضا بأقدار الله، وأن نعلم أن ما أصابنا فهو بعلم من الله وبعدل من الله وبرحمة من الله، وأبشروا بخير عظيم. فربنا عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث ذكرني فأحسنوا ظنكم بربكم وأبشروا بالخير. أسأل الله تعالى أن يفرج هم المهمومين وأن ينفس كرب المكروبين، وأن يجعلنا وإياكم ممن رضوا به ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وصلى الله على نبينا محمد.